بيبدأ الفيلم على جزيرة من جزر هاواي بشاب وصاحبته وهم عند شاطئ الجزيرة، وبيكونوا رابطين اللانش بتاعهم عند شط الجزيرة وهما الاتنين بينزلوا المحيط وبيفضلوا يعوموا لحد ما بيبعدوا شوية عن اللانش، لكن فجأة بيظلهم سمكة قرش ضخمة وبتلف حواليهم، والقرش ده بيكون من نوع القرش الأبيض الخطير، فبيقلقوا وبيخافوا من القرش ده وبيعوموا بسرعة لحد اللانش والسمكة بتطاردهم بكل سرعتها، فالبنت بتقدر إن هي تطلع اللانش لكن الشاب بيحاول وما بيقدرش، وبتكون سمكة القرش للأسف جت من تحتيه وأكلت نصه، فالبنت بتصرخ بسبب موت حبيبها، وفجأة حبل شراع اللانش بيتقطع، فالساري بتاع اللانش بيتخيط في البنت بقوة وبيوقعها من فوق اللانش فبتقع في المحيط مغمى عليها، وطبعا البنت دي بتكون صيدة سهلة جدا لسمكة القرش الضخمة. وبنروح لجزيرة تانية من جزر هاواي على نفس المحيط وبنشوف تشارلي وحبيبته كاز، واللي بيكونوا بيحبوا بعض جدا ومقررين ان هم يتجوزوا قريب، وبيكونوا ساكنين في بيت على الجزيرة دي، وبنعرف ان تشارلي بيشتغل طيار على طيارة بحرية بيملكها، والطيارة دي بتقدر انها تهبط على المية زي طيارات الانقاذ بالظبط، وبنعرف ان تشارلي بيكون عنده مكتب سياحة صغير للرحلات البحرية هو وكاز، وبيقدروا من خلال مكتب الرحلات ان هم ينظموا رحلات بحرية بالطيارة للسياح. وفي يوم بيجي لتشارلي اتصال من سايح ياباني اسمه جو، وبيطلب جو من تشارلي ان هو ينظم له تاني يوم رحلة بحرية بالطيارة، وده لان جو عايز يعمل مفاجأة لمراته ميشيل وبيكون نفسه يفسحها في جولة بحرية بالطيارة، وده لان ميشيل بتحب البحر جدا، فتشارلي بيوافق وبيتفقوا على الرحلة البحرية تاني يوم بالنهار، وتاني يوم بالنهار بيكون تشارلي وكاز عند الطيارة بتاعتهم، وبيكون معاهم واحد اسمه بيني، وبيني ده بيكون الطباخ المرافق لتشارلي وكاز في كل رحلاتهم البحرية، علشان لما ياخدوا معاهم سياح في جولة بحرية وحبوا يهبطوا على اي جزيرة عشان يستمتعوا بالطبيعة، فبتكون شغلانة بيني ساعتها ان هو يعمل لهم الاكلات اللي هم يحبوها. وبيوصل السايح الياباني جو ومراته وبيتعرفوا على تشارلي وكاز وبيني، وبيبداوا يرصوا جوه الطيارة الاكل والشرب اللي يكفيهم طول مدة الرحلة، واللي المفروض انها تكون مدتها ساعة ونص مش اكتر. وبعد ما بيجهزوا كل حاجة بيركبوا هم الخمسة الطيارة وبيطير تشارلي بيهم فوق المحيط علشان يبداوا رحلتهم، وبيكونوا مستمتعين جدا بالمناظر الطبيعية الجميلة. وفي الطيارة بيني بيقول لجو ومراته بانهم ممكن يلاقوا سمكة قرش هنا في المحيط، فبيقلق جو جدا لانه اصلا بيخاف من البحر، وهو طالع الرحلة دي اصلا عشان يبسط مراته لان هي على عكسه وبتحب البحر جدا. ولكن تشارلي بيطمن جو ومراته وبيقول لهم ان اسماك القرش مش موجودة في المنطقة هنا في الفترة دي من السنة، فبيحاول تشارلي يشجع جو ما يخليهوش يخاف من القرش، وبيحاول يحسسه بان موضوع القرش ده عادي. فتشارلي بيقول له بان هو اتعض من سمكة قرش قبل كده ايام ما كان بيشتغل باحث في الاحياء المائية، وبيقول له ان العضة لسه معلمة في رجله لحد النهاردة. جو بدل ما يطمن من القصة دي ويبطل قلق بيخاف اكتر، وبيطلب منهم ان هم يوقفوا الكلام عن القرش خالص. وبعدها بيوصلوا بالطيارة لنفس الجزيرة اللي حصل فيها حادثة سمكة القرش واللي هاجمت فيها الشاب وحبيبته، فبيهبط تشارلي بالطيارة على الجزيرة دي وبينزلوا من الطيارة كلهم، وكاز بتبدأ تحكي لميشيل قصة سفينة غرقانة قريبة من الشط وكان عليها 8 بحارة، وفضلوا 15 يوم في المحيط تايهين لحد ما مات منهم 7 وواحد بس اللي نجي منهم. فبتقول لها كاز بان من يومها سموا الشط ده باسم شاطئ الجحيم. وبعدها بتروح ميشيل مع جوزها جو وبيتمشوا شوية على الجزيرة، وبرده كاز بتاخد تشارلي وبيتمشوا شوية هما كمان، وبتكون فرصة مناسبة لكاز ان هي تبلغ تشارلي بخبر حلو وتقول له ان هي حامل، فبيفرح تشارلي جدا وبيقول لها ان هما لازم يتجوزوا في اسرع وقت. لكن كاز بيكون عندها خوف من موضوع حملها ده لان هي مش عارفة ازاي هتقدر توفق بين الشغل وتربية الطفل ورعايته، وخصوصا بان هما محتاجين يحسنوا من دخلهم المادي شوية، ده غير ان الاقبال على الرحلات البحرية اللي هما بيعملوها قليل، وده بيفسر قد ايه هما فرحوا بالرحلة البحرية دي، وده علشان ما كانوش لاقيين شغل بقالهم فترة. فتشارلي بيطمنها وبيقول لها ان كل الامور هتبقى كويسة وساعتها هيقدروا يدبروا حالهم. وبيني بيجي لهم وهما بيتكلموا وبيكون مخضوض جدا وبيطلب منهم ان هما يروحوا معاه علشان يوري لهم حاجة خطيرة، فبيروحوا معاه وبيلاقوا جو وميشيل بيبان على ملامحهم الخوف وبالذات ميشيل. فتشارلي بيسألهم في ايه، فبيشاوروا له على جثة الشاب اللي متاكل نصه، ووجود جثة على الشط ده تفسير بان الامواج جرفتها لحد هنا، فبيقلقوا كلهم وحتى تشارلي نفسه بيقلق. وبيكون جو قرر ان هم يخلصوا الرحلة دي اوام ويرجعوا بحيث ان هم يبعدوا عن المحيط خالص. فكاز بتلاقي في جيب الشاب الميت ده موبايل بتاعه وبيكون شغال، فبتاخد ايد الشاب الميت وبتفتحه ببصمة صباعه، وبعدها تشارلي بيتصل بغفر السواحل عن طريق اللاسلكي اللي في الطيارة وبيبلغهم عن الجثة اللي لاقيوها على شط الجحيم علشان غفر السواحل يجوا ياخدوا الجثة ويدفنوها، وكمان علشان يفتشوا المحيط كويس ولو في سمكة قرش يقضوا عليها لان بكده اسماك القرش هتهدد السياحة في المنطقة. ولما كاز بتفتح موبايل الشاب بتشوف الصور بتاعته مع صاحبته، وكمان بيشوفوا صور بتجمعهم هما الاتنين فوق لانش، فبيني بيخمن ان البنت دي ممكن تكون لسه عايشة ومحبوسة مثلا فوق اللانش وسط المحيط، وممكن تكون مش عارفة تخرج ولا تروح لأي حتة. فبيقرر تشارلي ان هو يدور عليها بالطيارة من فوق المحيط، لكن جو بيقلق وبيعترض على الفكرة اصلا، وبيقول لتشارلي بان دي مش شغلانتهم وان دي شغلانة غفر السواحل مش هما. لكن تشارلي بيصمم ان هو يدور على البنت، فبيغضب منه جو لان هو المفروض مأجر تشارلي بالطيارة لمدة ساعة ونص.
فهو شايف ان من حقه ان هو ما يدورش على البنت، وانه من حقه ان تشارلي يروحهم دلوقتي قبل ميعاد الرحله ما يخلص. لكن جو برضه مش بيقدر يغصبه على كده، لان كده كده هو الطيار مش هما. فبعدها بيركبوا الطياره كلهم وبيطيروا فوق المحيط علشان يدوروا على البنت. وفي الطياره تشارلي بيطمنهم بان هو عنده احتياطي بنزين في الطياره يكفيهم 45 دقيقه، وبيطلب منهم كلهم يركزوا وهم بيبصوا من شبابيك الطياره علشان يدوروا كويس على اللانش. فبيفضلوا يدوروا لحد ما ميشيل بتلمح اللانش وسط المحيط. فبينزل تشارلي بالطياره وبيهبط جنب اللانش فوق سطح الميه، لكنهم بيلاقوا ان اللانش مقلوب، فما بيكونوش متاكدين هل البنت تكون موجوده جوه اللانش ولا لا، وهل هي جوه اللانش هتكون عايشه ولا لا برضه. فبيني بكل شجاعه بيقرر ان هو يغطس في المحيط وبيدخل اللانش علشان يتاكد بنفسه ويتاكد لو كانت البنت لسه موجوده ولا ماتت. وبيتفاجئ بجثه البنت جوه اللانش، وبيكون واضح عليها بان سمكه القرش اكلت جزء كبير من جسمها. فبيترعب بيني من المنظر البشع ده، وبيعوم وبيخرج من الميه وبيطلع الطياره تاني، لكنه بيفضل واقف على طرف الطياره ومش بيركب. وبيحكي لهم بان هو لقى البنت ميته جوه كابينه اللانش، وده بيفسر ان القرش بعد ما البنت اغمى عليها قلب اللانش على وشه وسحب بانياو البنت ودخلها جوه اللانش واكل من جسمها. وبعد ما بيلاقوا البنت ميته بيكونوا عملوا اللي عليهم خلاص، فبيقرروا ان هم يطيروا تاني ويرجعوا على الرصيف البحري اللي تشارلي بيركن الطياره عليه. فبيركبوا الطياره وقبل ما تشارلي يطير بيهم سمكه القرش بتهجم عليهم بكل قوه، وبتبدا ميه المحيط انها تتسرب جوه الطياره وبتكون على وشك ان هي تغرق. وبيني بيقع في المحيط بسبب صدمه القرش للطياره لانه كان لسه مركبش، لكن بيني بيقدر يطلع من الميه وبيدخل الطياره بسرعه، وبيحاول تشارلي يشغل الطياره ويطير بيها بحالتها دي، لكن للاسف بيكون خلاص اتعطلت وقربت تغرق. فعلى طول بيخرجوا قارب الانقاذ، فالقارب بيتنفخ ذاتيا من المنفخ بتاعها، وبيفضوا الطياره من كل الحاجات اللي هم محتاجينها زي الاكل والشرب والمعدات، وبياخدوا الحاجات دي معاهم فوق القارب المطاطي. وتشارلي بيحاول يتصل بغفر السواحل ويطلب منهم النجده، لكن للاسف جهاز اللاسلكي بيتعطل. فتشارلي بيسيب الطياره وبيركب معاهم القارب المطاطي، وبتبدا بعديها ان الطياره تغرق قدام عينيهم كلهم. وبيفضلوا في القارب وامواج البحر بتحركهم بدون ما بيكونوا عارفين هيعملوا ايه. وتشارلي من جواه بيكون قاعد ساكت لانه بيفكر ازاي هيخرج من الازمه دي، لان المشكله ان غفر السواحل اللي هم كلموهم على ما يجوا هيكون القارب ده اتحرك من مكانه، لان امواج البحر بتحركهم غصب عنهم وهم مش بايديهم اي حاجه. ده غير ان الليل بيقرب، فما فيش اي طياره انقاذ هتطلع علشان تدور عليهم. فبيقول لهم تشارلي تقريبا بانهم قدامهم مسافه 150 كيلو لحد ما يوصلوا لاقرب شط، وان دي طبعا مسافه كبيره جدا. لكن تشارلي بيطمنهم وبيقول لهم ان هم لو سابوا نفسهم للتيار والامواج ممكن على بكره يوصلوا لاقرب شط. لكن تشارلي ما بيكونش واخد باله من حاجه مهمه جدا، وهي ان سمكه القرش اكيد هتطاردهم. لكن تشارلي بيكون مش عاوز يخوفهم، فبيقول لهم ان سمكه القرش ممكن تكون بعدت عنهم خلاص. وبيبدا تشارلي يقدف هو وكاس في اتجاه الريح، وده علشان يختصروا الوقت والمسافه ويوصلوا بسرعه. لكن للاسف سمكه القرش بتكون وراهم وبتراقبهم، وبتكون منتظره الفرصه المناسبه علشان تهاجمهم. وفي الوقت ده بتتكلم كاز مع ميشيل، فبتعرف كاز منها بان جو معذور في خوفه من المحيط والميه، وده لانه وهو صغير كان هيغرق في ميه البحر، ومن وقتها الموضوع عامل له فوبيا. وميشيل بتعرف من كاز ان هي حامل في الشهر الثاني، وبعد شويه تجديف في الميه بيتفاجئوا بان القارب المطاطي بيتهز، فبيخافوا وبيقلقوا وبيفتكروا ان هي سمكه القرش. لكنهم بيكتشفوا بان هو كان دولفين معدي من تحت القارب، وبيعرفوا من تشارلي بان باقي قدامهم 130 كيلو ويوصلوا لاقرب شط. وبالليل بنلاحظ ان ما بقاش معاهم غير ازازه ميه واحده، فما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه، لان اهم حاجه هي الميه اللي بيشربوها، خصوصا ان هم مش عارفين هيخرجوا من المحيط ده امتى. وفي نص الليل بيكونوا مشيوا مسافه كبيره فبيتعبوا ويناموا. فميشيل كانت ماسكه مجداف ونامت وهي بتجدف، فالمجداف ده بيقع منها في الميه. فبيتضايق تشارلي لان مجداف واحد مش هيمشي القارب بنفس سرعته، فبينوروا الكشافات وبيلمحوا المجداف في الميه. فتشارلي بيقرر ينط في المحيط ويعوم لحد ما يجيب المجداف، لكن كاس بتسبقه وبتنط هي قبليه في الميه وبتعوم لحد المجداف وبتاخده، وبتبدا تعوم في الاتجاه المعاكس علشان ترجع للقارب. لكن فجاه بتظهر لها سمكه القرش من وراها، وبتفضل كاس تعوم بسرعه وسمكه القرش بتعوم وراها. وعلى اخر لحظه بتقدر كاس ان هي تنط فوق القارب، وكده بيكونوا فهموا واتاكدوا خلاص بان سمكه القرش مش هتسيبهم في حالهم، وان هي هتفضل مترصده ليهم وتحوم حواليهم. وبتبدا كاز وميشيل يغيروا هدومهم علشان يلبسوا هدوم تقيله من البرد. فبيني بيكون عينه على ميشيل مرات جو ومعجب بيها من اول ما شافها، وجو بيكون ملاحظ كده من الاول، ولكن ما بيكونش عاوز يتكلم لان هم في مشكله ملهاش حل اصلا، فمش عاوز يتكلم ويوتر نفسه. فبيني بيعرض على ميشيل يساعدها في لبس الهدوم وبيقرب منها، لكن جو مره واحده بيقف وبيتعصب عليه وبيقول له ما يقربش لمراته تاني. وبعدها جو بيزقه وبيوقعه في الميه، فبيحاول بيني يعوم لحد القارب وهم بيمدوا لهم ايده علشان يلحقوه، لكن للاسف بتيجي سمكه القرش من تحت بيني وبتعضه وبتسحبه لتحت، فبيموت بيني بسبب غباء جو. لكن ما بيكونش الوقت المناسب علشان يتعاتبوا، وده لان كل واحد فيهم موفر طاقته وتفكيره للمشكله اللي هم فيها. وبعدها بتمطر السما عليهم، فبيملوا ازاز الميه الفاضيه اللي معاهم، فبيدور
بيدور تشارلي وسط شنط العده والادوات، فبيلاقي خنجر وحبل ومسدس اشارات، وبيلاقي شويه ادوات تانية، وبيقول لهم تشارلي على خطه يقتل بيها سمكه القرش بنفسه بدل ما تفضل هي مهدداهم طول الوقت. ولكن تشارلي بيكون محتاج ان هو يكون قريب من سمكه القرش علشان يغرز الخنجر في الحته اللي ما بين عين القرش، وده لان المكان ده بيكون هو مخ سمكه القرش وبيكون اضعف مكان في جسمها تقريبا. لكن كاس بتقول له بان ده خطر جدا، وبالذات لانهم لازم يقربوا من سمكه القرش جدا. لكن تشارلي بيقول لها بان مفيش قدامهم اي بديل تاني، وفجاه بتجيلهم سمكه القرش من تحت الميه وبتزوق القارب وبتقلبه، فبيقعوا كلهم في الميه وبيعوموا بسرعه تاني ناحيه القارب، وبيعدلوه تشارلي وكاز وميشيل وبيقدروا بسرعه من تاني يركبوا للقارب. لكن جو علشان ما بيعرفش يعوم كويس وبيخاف من الميه ما بيلحقش يعوم، فبيحاولوا يمدوا ايديهم ليه علشان يخرجوه. لكن للاسف بتيجي سمكه القرش من تحته وبتسحبه زي ما سحبت بيني، فميشيل بتتصدم وبتحزن على موت جوزها، خصوصا لانهم كانوا طالعين الرحله دي بس علشان يبسطها. لكن تشارلي وكاز بيحاولوا ان هم يهدوها علشان التوتر مش هيخليهم يعرفوا يفكروا. فبيظهر لهم جو مره تانية من وسط الميه وبيكون لسه عايش، فبيقرب جو من القارب وبيحاولوا ان هم يقربوا منه. لكن للاسف برضه بتيجي سمكه القرش من تاني وبتسحب جو وبتكمل اكل فيه، وبتتصدم ميشيل اكتر وبتبكي وبتكون مش فاهمه هو ليه بيحصل لهم كده. وتاني يوم بالنهار بيكون ميشيل جالها شبه انهيار عصبي وصدمه، وما بتكونش عاوزه لا تتكلم ولا تسمع اي حد. لكن كاس بتحاول تحمسها وبتفكرها بانهم ما ينفعش يستسلموا بعد اللي حصل، وبتبقى عاوزاها تستجمع شجاعتها للاخر. فميشيل بتبدا تهدى، ولكن فجاه بيظهر لهم سمكتين قرش، وبيفهم تشارلي ان سمكه القرش الاولى جابت الثانيه، وده لانهم بيصطادوا في مجموعات. فبيمسك تشارلي المجدف وبيكون طرفه من الناحيه الثانيه مسنن، وبيحاول يقتنص فرصه يكون فيها سمكه القرش قريبه منه ويغرز المجدف في راسها ويموتها. لكن القروش بتكون ذكيه جدا ومش بتظهر لهم على سطح الميه، ولكن سمكه قرش منهم بتهجم عليهم من الميه وبتزق القارب، فبتقع كاس في الميه لكنها بتقدر تعوم بسرعه لحد القارب. ولكن بنلاحظ ان القارب المطاطي بيبدا ان هو يتفرغ من الهواء وان الميه بدات تدخل جواه، وده معناه ان القارب مش هيكمل معاهم كتير. وفجاه بيلاقوا قدامهم شاطئ فبيفرحوا جدا وبيجدفوا بسرعه علشان يوصلوا ليه، وما بيكونوش مصدقين نفسهم بان هم اخيرا هينجوا. لكنهم بيلاقوا ان سمكتين القرش بيقربوا عليهم من تاني. ففي الوقت ده تشارلي بيطلع مسدس الاشارات بتاع الانقاذ وبيحط فيه طلقه، وبيقول تشارلي الكاس بان لو طلقه واحده من المسدس ده ضربها في فك سمكه القرش او جوه عينيها هيموتها. وبيدي تشارلي المسدس لكاز علشان هي اللي تعمل كده، وهو في نفس الوقت يكون قدر يغرز الخنجر في راس القرش التاني فيموتوا هما الاتنين سوا. فبينزلوا تشارلي وكاس في الميه علشان القرش يقرب منهم وينفذوا خطتهم. ولما ميشيل بتشوفهم بيعملوا كده بتنتهز الفرصه وبتنط من القارب وبتعوم لحد الشط، وتشارلي وكاس بيغطسوا تحت الميه وبيكون معاهم مسدس الاشارات والخنجر، وبيقربوا ناحيه سمكتين القرش. فسمكه قرش منهم بتقرب ناحيتهم اكتر، فبتقدر كاس تضربها طلقه من المسدس وبتيجي الطلقه في فكها وبيتحرق وبتتألم. فبينتهز تشارلي الفرصه هو كمان وبينط فوق دماغ سمكه القرش دي وبيغرز الخنجر ما بين عينيها، وبيفضل تشارلي يطعنها طعنات كتير بالخنجر لحد ما بتموت. وبكده يكونوا قتلوا سمكه قرش من الاتنين. وفي الوقت ده بتكون ميشيل وصلت قرب الشاطئ وطلعت فوق صخره موجوده جنب سفينه غرقانه قريبه من الشط، وبتلاقي ميشيل سمكه القرش التانيه بتحوم حواليها. لكن سمكه القرش بتسيبها وبتتجه ناحيه تشارلي وكاز، وده لان هي شمت ريحه الدم بتاع سمكه القرش اللي اتقتلت، فبتكون رايحه علشان تنتقم من تشارلي وكاز. وبتهجم سمكه القرش التانيه على تشارلي وهي فاتحه فكها، وما بيلحقش ان هو يضربها بطلقه من مسدس الاشارات، فبتسحبه سمكه القرش في فكها وبتغوص بالقاع المحيط. فكاز بتنصدم وبتبكي على حبيبها، خصوصا ان هي مش هتقدر تنقذه. فبتعوم كاز لحد الصخره اللي ميشيل واقفه عليها وبتطلع من الميه وبتقف معاها. فميشيل بتسالها عن تشارلي، فكاز بتقول لها بكل حزن بان سمكه القرش قتلته، فبيعيطوا لان جوازهم الاتنين ماتوا. لكنهم وهم واقفين فوق الصخره بتجيلهم سمكه القرش التانيه وبتهاجمهم بعد ما اكلت تشارلي، فبيقعوا من على الصخره في الميه وبيلاقوا سمكه القرش بتقرب ناحيتهم بكل سرعه. فبتعوم ميشيل ناحيه الشط وبيكون قدامها مسافه قصيره جدا وتوصل. لكن كاز بتغطس في المحيط وبتستخبى جوه السفينه الغرقانه، وده علشان تعمل كمين لسمكه القرش وتقضي عليها. فسمكه القرش بتظهر لها وبتبدا تهاجمها، وبتكون كاز عامله لها كمين جوه حطام السفينه بحيث ان هي لما تيجي تهاجمها تخليها تدخل في حته ضيقه وسمكه القرش تتحشر جواها. وده فعلا اللي بيحصل بالظبط، وسمكه القرش بتتحشر جوه حطام السفينه وما بتكونش قادره انها تخرج. وفي الوقت ده ميشيل بتكون نطت في الميه وغطست ورجعت علشان تنقذ كاز. فكاز بتجيب حديده من قاع المحيط وبتضرب الحديده دي على قطعه مكسوره وحاده من جسم السفينه لحد ما القطعه دي بتقع زي الساطور على جسم سمكه القرش المحشوره وبتموتها. وبعدها ميشيل وكاز بيخرجوا من الميه وبيعوموا لحد الشط، ورغم حزنهم على اجوازهم اللي ماتوا لكنهم بيفرحوا ان الحياه ادتهم فرصه تانيه وممكن يتجوزوا تاني. وبيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.